بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعمل صينيه المسقعه الخطيره اللي شكلها تحفه ديت يفتح النفس بمعلقه زيت واحده بس. بمعلقه زيت واحده يا جماعه هنعمل المسقعه ديت بطريقه خفيفه جدا جدا جدا. بصوا شكلها عامل ازاي، يا سلام، والا ريحتها بقى يا جماعه تحفه 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 بجد. لازم تشوفوا معايا الفيديو دوت وتجربوا معايا احلى صينيه مسقعه هتشوفوها. خلاص بقى انسي بقى الزيت والزيت هيخلص ومش هنعرف ناكل مسقعه، لا، هتعملي احلى صينيه مسقعه معايا بمعلقه زيت واحده. لو عايزين تشوفوا الفيديو بتاعي ما تنسوش اول حاجه تخشوا تعملوا ايه الاشتراك واللايك، وتعملوا لي ايه تعليق صغير حلو كده زيكم. يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا الجميل ده. النهارده مكونات المسقعه بتاعتي ايه هي؟ عندي بتنجان مقطعاه شرايح، مقطعه حبتين طماطم، بطاطسيتين، مقطعه فلفل شرايح، عندي هنا فصين ثوم، ملح فلفل كمون، عندي هنا عصير طماطم. طبعا مكونات المسقعه بتاعتنا العاديه جدا، بس انا النهارده هعملها ايه من غير اي زيوت خالص. يلا بينا نشوف ازاي الطريقه. اول حاجه انا جبت الصينيه اللي انا هعمل فيها المسقعه بتاعتي وهرست فيها فصين الثوم. هجيب حبه معلقه زيت بالظبط، معلقه زيت، واقوم ايه مشوحه الثوم شويه اكني هعمل بالظبط صلصه المسقعه. الطريقه دي يا جماعه بجد حلوه قوي قوي وخفيفه جدا جدا، يعني مهما تاكلي بقى من المسقعه مش تتعبي خالص ان شاء الله. انا كده بشوح الثوم بتاعي، ما بياخدش بالظبط ثانيتين على النار كده. شايفين بعمل ازاي؟ انا هشوحه مش هحرقه، انا عايزاه ياخد اللون الذهبي الفاتح. شايفين؟ ايوه كده اهوت، انا اهوت اهو. بصوا كده كفايه، انا حتى ما قطعتش الفيديو كله اهو. بصوا هعمل ايه، هجيب حبتين الطماطم اللي قطعتهم انزلها عليه واديها تشويح، وبعد كده هعمل ايه، هجيب عصير الطماطم احطه عليهم بس كده. هسيبهم بالظبط يغلوا دقيقتين، يعني انا كده هسيب بقى دلوقتي كده يغلوا بس دقيقتين بالظبط، وهرجع اقول لكم نعمل ايه تاني. رجعت لكم اهوت كده الصلصه غليت معايا بالظبط دقيقتين تلاتة. انا مش عايزاها تسبك قوي. هعمل ايه بقى هنا؟ انا هجيب البطاطس بتاعتي هنزلها كده اهو. هي طريقه غريبه شويه بس والله العظيم لو جربتوها هتعجبكم جدا. هي فعلا يعني ايه خفيفه وحلوه جدا لاصحاب الناس اللي بيعملوا دايت، يعني بدعنا اللي بيعملوا دايت يجربوا الطريقه ديت، هياكلوا مسقعه حلوه وخفيفه جدا ولذيذه على فكره. انا كده حطيت البطاطس كلها اهي. هعمل ايه بقى؟ هجيب البهارات بتاعتي. المسقعه بتحب ايه؟ بتحب الثوم، عشان كده انا مكتره الثوم فيها قوي. حاطه كده البهارات هقلبها كده اهوت، وبعدين بقى هسيب البطاطس تغلي معاها بالظبط 5 دقايق وهرجع لكم تاني. بقى كده حطيت البطاطس والبهارات، هسيب البطاطس تغلي مع التسبيكه ديت 5 دقايق وهرجع لكم تاني. انا كده سبت البطاطس تغلي 5 دقايق، انا مش عايزاها تستوي عشان لسه هكمل سواها مع البتنجان، عشان ما اديهاش سوا كامل تقوم مهريه مني. انا بقى هنا هجيب ايه، هجيب البتنجان بتاعي والفلفل، هقوم هرص البتنجان فوق البطاطس كده. يلا يا جماعه يا ريت تخشوا دلوقتي تعملوا لي اللايك والاشتراك في القناه، وما تنسوش ان احنا ندعم بعض. هرص البتنجان كده
وهاخد حبة فلفل كده اهو، صينية مسقعة يا سلام من اللي قلبك يحبها. واقوم حاطة بقية البتنجان فوق. هتقوليلي ده البتنجان مش واصل له الصلصة، هقولك ما تخافيش، البتنجان وبينزل ميته اهي. بصوا شايفين يبقى عاملة ازاي اهي. هياخد بالظبط غلوتين وهتلاقيه البتنجان نزل لتحت خالص يعني، بس كده. واقوم حاطه بقيه الفلفل بتاعي كده على الوش يبقى شكله حلو اهوت. هعمل ايه بقى تاني دلوقتي؟ كل اللي انا هعمله هغطي الصينيه ديت لمده 10 دقايق، هغطيها لمده 10 دقايق. بعد كده هسيبها، هدخلها الفرن تكمل سويها. يبقى انا هغطي الصينيه اهيت، هغطيها واسيبها 10 دقايق متغطيه. بعد كده ادخلها الفرن تحت يعني في البوتاجاز عادي 10 دقايق، وبعد كده احطها على الشوايه. وهرجع اوريكم تاني لما قبل ما ادخلها الفرن، هرجع اوريها لكم تاني شكلها عامل ازاي. شايفين يا جماعه المسقعه بقت عامله ازاي؟ شايفين؟ بصوا جمالها. البتنجان استوى والبطاطس برضو استوت تقريبا. كل اللي انا هعمله بقى هدخلها الفرن لمدة 10 دقايق، بعد كده احطها على الشواية. وكده خلصت معايا احلى مسقعة ممكن تاكلوها بمعلقة زيت واحدة. يلا بقى لما تطلع من الفرن هوريكم شكلها. بصوا بقت عاملة ازاي اهي. ورجعت لكم تاني، ودي كانت شكل صينية المسقعة بتاعتي بشكلها الخطير. يعني بصوا يا جماعة ريحتها فعلا فظيعة فظيعة وخفيفة جدا جدا جدا. ويعني هقول لكم ايه، خفيفة جدا على المعدة وما تتعبكيش ولا بتعب القولون ولا اي حاجة. ودي كانت صينية المسقعة بتاعتي. ولو عجبك الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.